احنا كلنا لازم نكون ضد الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في البيزنس او استخدامه وتبنيه في قطاعات الاعمال المختلفة. الحقيقة دي فكرة خاطئة جدا جدا جدا. صحيح في تخوف من ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ولكن التكنولوجيا الحديثة مش موجودة غير عشان تساعدنا وتخدمنا. فكر فيها في أمثلة ممكن نكون عشناها أكتر، عشان لما نشوف التاريخ أو نشوف الماضي نقدر نستشرف المستقبل. قبل ما يكون في ميكنة صناعية ان احنا نستخدم المكن في الصناعة بدل البشر او بدل العمال والفنيين، كان ايه اللي بيحصل قبل كده؟ كان زمان بيبقى فيه إصابات كبيرة جدا جدا في العمل، خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر في البيزنس نفسه أو قطاع الأعمال، ومشاكل في الجودة أو مشاكل بتسبب حرائق في بعض المصانع وغيرها من المشاكل الكبيرة جدا. لما تدخل الميكنة الصناعية في المصانع المختلفة بقت بتحافظ على البشر، بتحافظ على حياة آدمية للفنيين والعمال، بدل ما كان العمال بيشيلوا حاجات تقيلة جدا جدا ويطلعوا بيها أدوار عالية مثلا، أو إنهم يضطروا ينقلوا حاجة من مكان لمكان، بقى في مكنة بتقدر تتعامل مع الحاجات دي. نفس الشيء لو بنتعامل مع حاجات ليها علاقة بكيماويات سامة أو في روايح ضارة ليها بتأثر على الجهاز التنفسي، بقينا بنستخدم آلات وأدوات تخلينا نتعامل مع المواد دي بشكل آمن على البشر. وده انعكس كمان على الانتاجيه بتاعتنا، لانه بيشيل الهيومن ايرور او بيشيل التدخل البشري بشكل كبير عشان يؤدي الى استدامه في الجوده اللي بنطلعها من العمليه التصنيعيه كلها. طيب ما هنا بقى مربط الفرس، ان انت دلوقتي بتقول انه بدل البشر او استغنينا عن العمال فكده قفلنا بيوت الناس دي. ده مش حقيقي. هو احنا دلوقتي المكن ده مين اللي صنعه؟ ما هو اللي صنعه بني ادم، ولما بيعطل مين اللي بيصلحه؟ اللي بيصلحه بني ادم. فبالتالي احنا خلقنا نوع جديد من المهن او نوع جديد من الفرص والوظائف اللي ممكن تبقى موجودة، ووفرنا حياة الناس دي ووقتها لأفكار أكثر إبداعية وأكثر استراتيجية تكون بتخدم البيزنس بشكل أفضل، بتخدمه بالعقل مش بالعضلات. هو ده اللي بيحصل برضو في الذكاء الاصطناعي. احنا ما بنقولش ان الذكاء الاصطناعي مش هيأثر على الوظائف، لا طبعا هيأثر على وظائف كتيرة جدا جدا، بل وظائف احنا ما كناش عمرنا نتوقع انها تأثر عليها. يعني انت دلوقتي لما بتروح مثلا لدكتور كبير عشان عنده خبرة كبيرة في مجال معين، اول ما هيشوف الاشعة مثلا هيعرف المرض بسرعة، اول ما يشوف المريض وتغير لون الجلد في منطقة معينة يفهم التشخيص بسرعة. هو قدر يعمل ده ازاي؟ عشان هو عدى عليه حالات كتيرة جدا وقرأ مراجع كتيرة وعمل دراسات عليا والكلام ده كله. الذكاء الاصطناعي ممكن يبدل الدكتور ده. ما هو الذكاء الاصطناعي انت بتعمل له ماشين ليرنينج، يعني تعليم الآلة. الدكتور ده مثلا يكون عدى عليه 1000 حالة، انت بتجيب مثلا 500 ألف حالة جوه مصر وبره مصر وكل حتة، كبار وصغيرين، ناس عندها أمراض مزمنة وما عندهاش أمراض مزمنة، وتدي البيانات دي كلها للآلة وتقول له يطلع الباترن أو يطلع الحاجة اللي بتتكرر فيها. وكل ما يطلع حاجة انت بتعلمه وتشاور له عليها، ده كده معناه ان في مرض معين، ده معناه ان في بداية ان احنا بنتوقع في مرض معين، وهكذا. فهيساعد التشخيص. هل ده معناه ان الدكتور هنستغنى عنه؟ اكيد لا. ما هو الدكتور هو اللي هيكون بيشرف على تعليم الآلة، والدكتور هو اللي بيقدر ياخد الخطوات اللي بعد كده. فهي دي مرحلة في البداية احنا بنكون محتاجينها، لكن مش هنقدر ان احنا نستغنى عن الدكتور، او مش هنقدر نستغنى عن المحامي، او مش هنقدر نستغنى عن المحاسب او المهندس وغيرها من المهن المهمة جدا جدا. فالادوات دي موجودة عشان زي ما الميكنة الصناعية ساعدت العمال والفنيين في الشغل بتاعهم، هتساعدنا احنا كبزنس اونرز وككارير بيلدرز او بروفيشنالز عايزين نشتغل ونطور من مهاراتنا ومن خبراتنا والدخل اللي بنقبضه. كل الحاجات دي هتكون الارتفيشال انتليجنس بيساعدنا فيها. فهو مش عدو لينا، بل بالعكس هو حاجة هتساعدنا جدا جدا في الشغل بتاعنا في المستقبل.